السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. موضوع فيديو النهاردة بيتكلم عن التوتر، إزاي بيسرق حياتك وإزاي نقلل منه. تخيلي كده إن في حاجة بتسرق طاقتك كل يوم من غير ما تحسي، بتسرق تركيزك وهدوءك حتى فرحتك بالحاجات الصغيرة. الحاجة دي اسمها التوتر. مشكلته إنه بيبدأ صغير مع تفكير زيادة وقلق بسيط، وبعد شوية بتلاقي نفسك عايشة تحت ضغط طول الوقت. في الفيديو ده هنتكلم عن ايه اللي بيخلي التوتر يسيطر علينا وازاي نقلله. في ناس كتير بتفتكر ان التوتر ده حاجة عادية، وان من الطبيعي ان الانسان ينام وهو قلقان ويصحى وهو شايل الهم ويعيش يومه كله تحت ضغط. لكن الحقيقة ان التوتر مش طبيعي لما يبقى اسلوب حياة، مش طبيعي لما تبقي دايما مشدودة وقلقانة ودايما حاسة ان في حاجة غلط. التوتر مش بس بيأثر على نفسيتك، ده بيأثر كمان على صحتك ونومك وتركيزك، حتى على علاقتك بالناس. واخطر حاجة بقى في التوتر انه بيسرق اجمل سنين عمرك من غير ما تاخدي بالك. يعني كم مرة ضيعتي يوم حلو ما عشتهوش عشان تفكير زايد في دماغك؟ وكم مرة كان ممكن تفرحي لكن القلق منعك؟ وكم مرة كنت محتاجة للهدوء لكن دماغك ما سكتتش عن التفكير؟ خليني أقولك، مش كل حاجة تستاهل القلق اللي بنعمله دوت، ولا تستاهل التوتر. أول حاجة لازم تعرفيها، مش كل فكرة في دماغك حقيقية. أحيانا دماغنا بيكبر المشاكل وبيخوفنا من المستقبل، وبيخلينا نتوقع أسوأ السيناريوهات، مع إن أغلبها عمره ما بيحصل. دايما اسألي نفسك، هل اللي بفكر فيه ده حقيقي ولا مجرد خوف؟ السؤال ده لوحده كفيل إنه يقلل نص التوتر عندك. تاني حاجة لازم تعرفيها، إن انت إنسانة مش مطالبة إنك تتحملي كل حاجة لوحدك. مش مطالبة إنك تشيلي الدنيا كلها فوق كتافك وعايزة تبقي قوية طول الوقت، ما بتشتكيش ولا بتطلبي مساعدة. القوة الحقيقية إنك تعرفي إمتى ترتاحي وإمتى تقولي أنا تعبت، وده مش هيكون ضعف منك، إنما الضعف الحقيقي إن انت تكملي وانت حاسة بالتوتر والضغط. تالت نقطة عشان تقللي التوتر، انت حياتك مش لازم تبقى عبارة عن سباق. مش لازم تعملي كل حاجة بسرعة، ولا لازم توصلي قبل الكل. حياتك رحلة مش سباق. اللي بيجري طول الوقت بيوصل مرهق حتى لو وصل بدري. رابع حاجة، جسمك بيتكلم دايما فاسمعيه. لما تحسي ان عندك صداع متكرر، ارهاق بدون سبب، قلق مستمر، نوم متقطع، دي كلها مش حاجات بسيطة، دي إشارة إنك محتاجة تهدي، محتاجة تاخدي نفس عميق وتعملي أي حاجة انت بتحبيها. يعني قراية، رسم، تسمعي أي شيء انت بتحبيه. مش لازم الدنيا كلها تجري عشان انت كمان تجري معاها. خامس نقطة عشان تقللي التوتر، ما تقارنيش نفسك بحد. اللي بتشوفيه في الناس جزء صغير جدا من حياتهم. انت مش شايفة لا تعبهم ولا خوفهم ولا لحظات ضعفهم، لان ببساطة كل انسان عنده معركة، بس مش كل المعارك بتبان للآخرين. ركزي انت في طريقك، لان طريقك ده هو الوحيد اللي هيوصلك. سادس حاجة عشان تقللي التوتر، ادي لنفسك كل يوم لحظات هدوء من غير ما تتكلمي مع حد. اقعدي لوحدك في هدوء. الهدوء هيشحن روحك ويخليكي تقدري تكملي. واهم حاجة لازم تعرفيها، ان الحياة مش هتبقى خالية من المشاكل، لكن ممكن تبقى خالية من التوتر الزايد. في فرق بين انك تهتمي وانك تستهلكي نفسك، وفي فرق بين انك تفكري وان التفكير ده يدمرك.
اهدي، مش كل حاجة مستاهلة حرب جواكي. وهيجي يوم من الأيام هتكتشفي إن نص الحاجات اللي انتي كنتي قلقانة منها قبل كده ما حصلتش أصلا. فما تضيعيش عمرك في قلق على حاجات لسه ما جاتش. عيشي يومك، خدي نفس، وافتكري دايما إن راحة بالك مش رفاهية، راحة بالك ضرورة عشان تقدري تعيشي وتكملي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.